الطيور او الحمام اللي عندي من الجص، لان انت عارف دلوقتي لا. الاكل بقى غالي وكده، اه والناس بقى بتدور على الحاجه اللي سعرها رخيص شويه قليل. وبتاع. لا ده ده. بيعمل الجص مشاكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعين قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. اهلا وسهلا بيكم. احنا دلوقتي كده دخلنا مع ابو يوسف بقى جوه في المكان بتاعه، في الغيه بتاعته. وبسم الله ما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفين الحمام بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه زي الفل خالص. مش عارف بقى هو ظاهر عندكم في الكاميرا ولا لا يعني، بس باذن الله يبقى ظاهر. يعني ابو يوسف بياكله وهيكلمنا بقى عن حاجه ثانيه مهمه جدا هو حابب يتكلم فيها، وهي بقى انا لو دلوقتي عندي مثلا حمام، اعرف امتى الحمام ده قدامه قد ايه ويبيض، او لو انا جايب شابات لسه قدامها فاضل عليه، ده بيقول لك عليها فاضل عليها كام ريشه، نعرفها دي بقى كام ريشه، فيبقى عندي كام اسبوع فاضل قد ايه. هو ابو يوسف هيقول لنا كل الكلام ده كله. اتفضل يا ابو يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا من يوم ما يتولد الفرد بيقعد له 4 شهور. طبعا اعرفه ازاي ان هو هيشتغل، قرب يشتغل. بشوف طبعا الريش بتاعه، بفرد الريش. ماشي. بعد شهر، بعد ما يطلع من تحت ابوه بعد شهر، طبعا بمسك الريش واشوفه عليه كام ريشه وبعد الريش. بيبدأ من أول كام ريشة؟ المفروض يعني 7 ريشات. 7 ريشات بيقعد معايا هو قد إيه بقى؟ بعد ال7 ريشات بيقعد 3 شهور ونص أو 3 شهور. طب اوضح بس الكلمه دي، 3 ريشات دي يعني ايه؟ يعني الريش اللي هو نشف والريش اللي هو طري. اه الريش اللي طري ده بينشف، يعني فاضل قدامه قد ايه اما الريش ده ينشف ويبتدي يشتغل. باجي الاقي الريشه الخضراء اللي موجوده، تمام. باجي اعد، بلاقي الريشه الخضراء مثلا موجوده هنا، فبعد من بعدها، ما اعدش من هنا. تمام. الريشه الخضراء هنا هي، بعد من هنا. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا، يبقى عليه 9 9 مثلا، يبقى ريشات. عليه 9 ريشات. لما قدامه ينشفوا قد ايه يبتدي بقى؟ يشتغل. يبدا بقى ايه، في بيلاقي 4 ريشات، 3 ريشات كده. ريشتين. كل ريشتين بشهر. كل ريشتين بشهر. كل ريشتين 2 بشهر. دي معلومه مهمه، يعني دي لو مع مثلا عليه 3 4 لان ريشات يبقى قدامه 45 يوم عم يبتدي يشتغل بقى ويبقى كده اشتغل. وطبعا شكل الفرد بيبان عليه ريش. طبعا حاجه اسمها برضو هنا قلش، بيقلش. فهمتوا قصدي؟ هنا القلش برضو بيبان، لان الشاب لما بيجي عليه 4 ريشات بيقوم قالش ريش. الريش ده بيبقى من عند الدماغ كده، هنا بيبان عليه، والفرد بيبقى قالش من عند دماغه كده. تمام. ده بالنسبه فبيبان. للريشات. دي للقلش. القلش اللي هو الحمام اللي هو لسه جديد، اللي هو لسه مطلوق جديد كده. بعد الريش قدام 4 شهور، 3 شهور، 4 شهور مثلا بيبقى عليه كام؟ 7 ريشات. 3 شهور عليه مثلا 4. وبعد كده يشتغل بعد عشان ابقى كده مطمن الحمام اللي عندي ما قلتش ده هو مش شغال. ايوه. لا هو لسه قدامه شهر او اتنين عم يشتغل. عبال ما يشتغل. تمام وفي تمام. حاجه يا جماعه برضو، في ناس كتير بتقع فيها، اللي هم الجماعه لسه برضو مبتدئين زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات. طبعا هنا الذكر او الجوز، في حاجه اسمها قلش تاني. قلش تاني ده، فهمت قصدي؟ هو بيمسك الفرد يكون شغال. تمام. حاجه اسمها قلش تاني. فرد واخد بالي شغال ويقول لك ايه ده عليه ريش لسه. لا، طب ما هو يا جماعه الفرد شغال، وامسك الفرد اعرف ان ريشه كله ناشف يا استاذ احمد. ايوه. وفي حاجه اسمها قلش تاني. انت مثلا بيعمل دوره انتاج جديد. واحد مسك مثلا قام شايل منه ريشتين عشان ما يطرش. يجي واحد لا مؤاخذه بعد منه يمسك الفرد يقول لك يا عم ده عليه ريشتين. لا لا يا جماعه، الفرد حتى بيبان من شكله. الشاب بيبان عليه، والصغير لسه بيبان عليه. طب انا لو جايب انا حمام جديد، وانا جايب حمام جديد لسه جايب احطه عندي، طالما بنقول بنشيل الريش، ازاي اخليه يولف على المكان، يعني ايه، ابقى مطمن ان هو ما يطرش مني الكلام ده كله؟ لا، ما بالنسبه للموضوع ده بقى لازما يكون عشه كويسه نظيفه. ويكون حمام لسه شبان، ما شافش حاجه اسمها جو. لسه ما طرش. لسه ما طب طرش. الموضوع بتاع ان هم بيقول لك نشيل زي ما انت قلت دلوقتي، بنشيل الريش عليه ونسيبه الارض عم يولف، عم يطلع الريش بياخد له فيها مثلا اسبوع اتنين ما يشتغلش. لا، القصه دي كلها. لا، ده بقى هو وحظه بقى. الحمام لو حب ان هو يطيره عنده، ده هو حظه. لو حمام كبير هو وحظه. يعني ممكن ده مش شرط ان هو يثبت وهي في المكان. لا دي مالهاش دعوه، مش حاجه اساسيه يعني. انما انا بجيب حمام دلوقتي رميات، حسب بقى كريزلات، فهمت قصدي؟ مراسلات، ايا كان هو عايز نفسه فيه كشك الكلام دوت. بجيبه حمام صغير بيهفهف، بحيث ايه ما ياخد على المكان يبقى ابن العش، ابن المكان اللي احنا موجودين فيه. تمام. وفي حاجه اسمها الحمام الكبير.
يا جماعه برضو الجماعه اللي هم في البيوت الحمام الكبير بيجي له ما بين الصيف والشتاء والشتاء والصيف قلش. حمام الكبير اللي هو الامهات والحمام الكبير اللي هو اللي موجود عندي دلوقتي لازما بيجي له يا جماعه وقت بيريح حاجه فيه. اسمها تريح، ومع التريح دوت بيجي اليومين دولت يومين قلش، بيقعد له اقل واجب خالص يعني اقصى حاجه 3 شهور. يعني لما اخش الاقي العشه كلها مليانه مليانه ريش وده والحمام كله واقف يعرف ان هو بيقلش وهو له ميعاد معين كل سنه بيريح مرتين ما بين الصيف والشتاء والشتاء والصيف. يعني احنا دلوقتي خاشين على الصيف في حصاد الغله. تمام. الحمام قبلها كان مريح يا استاذ احمد. عندنا دلوقتي هيبتدي يشتغل. اللي هو اول الربيع. بعدها بقى في اول دخول الشتاء برضو بيبقى في حاجه اسمها تريح. حمام برضو بيقلش يا استاذ احمد، بياخد برضو ميعاد عشان في الناس كل الناس بتعاني من المرحله دي. يبقى عندي شويه حمام حلوين مظبوطين تمام، وده طبعا دلوقتي الاكل غالي، ففي ناس بتصفي الحمام كله وبيرجع يقول يا ريتني ما كنت بعت الحمام. طب بالنسبه بقى لموضوع الاكل، احمي بقى الطيور او الحمام اللي عندي من الجص ازاي؟ لان انت عارف دلوقتي الاكل بقى غالي وكده، والناس بقى بتدور على الحاجه اللي سعرها رخيص شويه وبتاع. ده بيعمل الجص مشاكله ايه وممكن اسبابه ايه؟ ده يا جماعه ده بقى من العيش. اخش عند واحد، والله يا جماعه انا خشيت عند واحد سايب لي رغيف العيش مكسره 3 حتت وسايبه. بيجي يا استاذ احمد يكسر فيه بيبلع حته كبيره، فبيجي يعمل عنده بيجرح له زوره، فبيعمل ده سبب الجص. تمام. والدش الخشن بيجرح زوره بيجيب له جص. هو دايما بيحب الحبوب. فلما تكون الحبايه سليمه دور عويجه خلطه زي ما احنا مثلا هنشوف دلوقتي. ماشي وريني. ده مؤاخذه يعني برضه ما كل الناس فاهمه، بس في ناس برضه هنا جايبين من عند الاستاذ احمد الخلطه معروفه كلها حبوب. جايبينها كلها حبوب. فهمت قصدي؟ طبعا ما اروحش انا استرخص واجيب دش وارمي الدش الحمام. يجي الحمام طبعا بيجرح زوره، يا اما يجرح الصغير الدش الخشن او العيش، برمي الرغيف العيش او اكسره اي كلام. لا لازم يا جماعه يهريه قوي ما يكونش ناعم قوي، لا اهريه قوي عشان ما يجرحش الزور. ما يجرحش الزور، بيعمل جص. وكمان نخلي بالنا بقى من الحبوب المعطبه سواء كان بقى في اي حاجه. العيش لا مؤاخذه العيش المعفن لا مؤاخذه يعني وكده يا جماعه. والله انا باكل رز مستوي وكل حاجه والدنيا متاحه. لو حطيت له رز مستوي مفيش اي مشكله. عيش مبلول مفيش اي مشكله. في يا جماعه عيش مبلول انضف واحلى اما اروح احطه له ناشف ويجرح في زوره. لا انا احط عليه شويه ميه وادعكه يا استاذ احمد. تمام. بيبقى طري والحمام جعان هياكله والله. بيبقى جميل احسن ما يكون ناشف. انا احافظ على الحاجه دي كلها. وما يكون طري بيبقى افضل واحسن يعني. يبقى كده بالنسبه للجص يبقى لازم نخلي بالنا من موضوع الاكل ده، ما تروحش استرخص لكن اجيب الحاجه او الحبوب السليمه وتكون كلها كويسه. الخلطه اللي احنا حاجه معطبه سواء كان عيش او او الدش او العوجه او اي حاجه من دي كلها مشاكل. وكمان بالذات العلف، يعني نتاكد ان كل الخلطات اللي موجوده يكون فيها علف كويس، لان في ناس بتحط علف مش كويسه فدي بتعمل مشاكل برضه. هو الدش بنفس ثمن الخلطه، وبالعكس الخلطه فيها جميع كل حاجه، بسله وغله وهنا الذره العويجه تركيبه فيها كل شيء. جميله يعني. ايه اللي خلينا اجيب دش يجرح زورهم ويجيب دي المقصد يعني.